إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. على بركة الله نواصل هذه الحلقات الطيبات النيرات، حلقات برنامج تصحيح التلاوة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأسأله تعالى أن يرزقنا القبول والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بين أيدينا هذا اليوم سورة المسد. سنقرأ هذه السورة إن شاء الله ونوضح بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض الناس. سنبدأ إن شاء الله في قراءة السورة بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في بداية هذه السورة تبت نلاحظ التشديد هنا في الباء، تبت، والتاء ساكنة نعطيها همس بسيط. تبت يدا أبي، نمد هنا 4 حركات. والمد الهدف منه هو يعني تسهيل الحرف الذي بعده، يعني بدل ما تقول تبت يدا أبي ربما تحصل عندك صعوبة، أو بعض الناس يحصل عندهم صعوبة، لكن عندما يمد تبت يدا أبي، يدا أبي، أبي لهب وتب، لهب وتب، هنا إدغام، ندغم لهب. بعض الناس يظهر. كيف يظهر؟ يظهر الباء، يقول لهب وتب، هذا خطأ. الصواب هو أن يدغم لهب وتب مع إعطاء غنة، لأن الإدغام هنا إدغام بغنة. وتب مشدد، وقلقلة، يعني اجتمع 2، التشديد مع القلقلة. وتب
سنلاحظ الفرق بينه وبين الحرف المقلقل من دون تشديد. سنلاحظ الفرق بالسماع إن شاء الله. ثم بعد ذلك ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. نمد 4 حركات. ما أغنى عنه ماله، لا نقول كما يقول بعض الناس يقول عنه ماله، هذا خطأ، يعني مد في غير موضع المد. الصواب أغنى عنه ماله. ما أغنى عنه ماله، أغنى عنه ماله وما كسب. ثم بعد ذلك سيصلى. نفرق بين السين والصاد. سيصلى نارا ذات لهب. لا نقول نارا ذات لهب، إظهار خطأ، والحكم هنا إخفاء. نارا ذات، نخفي إخفاء. ثم ننتقل إلى الذال، نخفي مع الغنة نارا ذات، مع التمهيد لحرف الذال. نارا ذات لهب. لاحظ الفرق بين الإخفاء بغنة نارا ذات وبين الإظهار نارا ذات. الفرق واضح للمستمع الكريم إن شاء الله. ذات لهب، الباء الأخيرة لهب قلقلنا قلقلة عادية لأنها ساكنة فقط وليست مشددة. لهب ليست كالأولى. وتب. وامرأته حمالة الحطب. الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس هنا وامرأته خطأ. إيش الخطأ؟ والهمزة وصل، جعلها همزة قطع، بدل ما يقول وامرأته يدخل من الواو إلى الميم مباشرة، توقف وقرأ همزة قطع وقال وامرأته، وهذا خطأ، لأن هناك فرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. همزة الوصل هذه المرسومة في المصحف تجدها ألف وفوق منها صاد صغيرة، هذا بالنسبة لحفص اسمها همزة وصل. أما القطع ستجد الهمزة فوق ألف وفوق منها همزة، إما همزة فوق همزة مفتوحة، أو همزة في الأسفل همزة مكسورة، أو همزة فوق منها الضم همزة مضمومة. لكن الذي نريده هنا أن نقرأ الآية بهمزة الوصل وامرأته، لا نقول وامرأته. وامرأته حمالة الحطب. نشدد الميم هنا مع إعطاء الغنة. حمالة الحطب. حمالة حفص. حمالة الحطب. حمالة الحطب قالون.
حفص حمالة الحطب. نقلقل الباء عفوا، حمالة الحطب حطب. الآية الأخيرة في جيدها حبل من مسد. نعيد، حبل من مسد. في جيدها حاء مفتوحة والباء مقلقلة، حبل إدغام بغنة، حبل نشدد الميم، حبل من مسد. يعني النون هنا لا نقرأها، ندغمها مع الميم. حبل من مسد، لا نقل حبل من مسد، حبل من مسد. الصواب هو حبل من مسد. النون تدغم واللام إدغام مع الميم. حبل من مسد. والدال في الأخير مقلقلة، مسد. بدل ما نقول مسد نهزهزها قليلا، نقلقلها، مسد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.